لا تبخلوا علينا بالاشتراك ولايك للفيديو لتشجيعنا. أثار هجوم جديد لأسد الأطلس التكهنات بإقليم خنيفرة، وازدياد القلق والرعب وسط الساكنة القروية بالمنطقة. وكشف فريق وثائقي أمودو عن هجوم جديد يعتقد أنه من أسد الأطلس بإقليم خنيفرة على قطع من الغنم هذه المرة، فيما نفت مصادر مسؤولة بالوكالة الوطنية للمياه والغابات وجود دلائل ملموسة حتى الآن، مؤكدة على استمرار حملة التمشيط بالتنسيق مع السلطات المحلية. وأكد المدير ومنتج برنامج أمودو أن مواطنين سجلوا هجوما لحيوان يعتقد أنه أسد الأطلس، مع استمرار التحقق من الآثار المسجلة. كما اكتشف فريق الوثائقي نفسه آثار لمواصفات أسد الأطلس الأسبوع الماضي في غابة الإقليم، ولحد الساعة يواصل الفريق التحقق من الآثار ويستمر في جمع المعلومات لتحديد ما إذا كان الهجوم يمكن أن يرجح وجود هذا الحيوان النادر في المنطقة. من جهتها تواصل السلطات المحلية وحراس الغابات التمشيط الميداني للتأكد من وجود أسد الأطلس وسط تكثيف الجهود للتعامل مع هذا الأمر. ودعت فعاليات جمعوية بالإقليم السلطات العمومية التي تباشر عملية البحث والتمشيط إلى الاستعانة بفريق متخصص في البحث واصطياد الأسود وتوظيف التقنيات الحديثة، من بينها الطائرات المسيرة لاستطلاع المنطقة جيدا وتحديد مكان وجود الحيوان المفترس الذي يهدد سلامة الساكنة القروية. ذكرت مصادر مطلعة أن السلطات المحلية بحضور القائد والرائد الإقليمي للدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة وعناصر المياه والغابات تشرف على حملات تمشيطية باستعمال طائرة درون بدوار مهروق بالحدود المتاخمة لجماعة والمس بإقليم خنيفرة بحثا عن الأسد. وتبعت المصادر ذاتها أن الأبحاث تجري بشكل مكثف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، فيما تشير أولى المعطيات على تحصيل بقايا خروف وآثار تمت معاينتها وتصويرها للتأكد من الحيوان المفترض. كما أشارت المصادر أن ساكنة المنطقة التابعة لدوار أمهروق جماعة أقلموس تشارك في العملية التمشيطية وتمد السلطات بالمعلومات.